هاي يا حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. ما بين كل فترة والتانية بيمر كده علينا حالة من حالات الكسل اللي احنا دايما بنكون مش قادرين ان احنا ننجز المهام اللي ورانا او ان احنا نخلص اللي علينا واللي المفروض ان احنا ننجزه. ومع الوقت بيبدأ ده يأثر علينا، بيأثر على حياتنا وبيأثر على انتاجيتنا، وبيحطنا تحت ضغط ان احنا لازم نخلص الحاجات اللي ورانا في اقل وقت ممكن، نتيجة ان احنا كسلنا عنها لوقت طويل. وده الحقيقة اللي انا شايفاه مؤخرا بيحصل مع ناس كتير، وده باين من أسئلتكم اللي بتجيلي على الانستجرام. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن الكسل وازاي نعرف نقضي عليه أو على الأقل نتعامل معاه. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو للآخر. لما ركزت مع نفسي مؤخرا لقيت ان كان في حاجات كتير موقفاها ومعطلاها ومأجلاها لفكرة ان انا مش قادرة ان انا اعمل اي حاجة دلوقتي، وده معناه اني مكسلة. ودايما بيجيلي احساس ان انا مضغوطة ورايا حاجات كتير قوي، ولما بكون في الحالة دي بحس ان انا دايما محتاجة ان انا ارتاح. فلما على الاقل بيجيلي وقت فاضي اقدر ان انا انجز فيه الحاجات اللي ورايا، لا، بقول الوقت ده هستغل ان انا اريح لان انا مش قادرة اعمل حاجة دلوقتي. والحقيقة ان ده بيدخلنا جوه زون سلبية جدا وبتعطلنا وبتوقفنا كتير. الفكرة هنا ان احنا بنكون عارفين ايه اللي ورانا وايه اللي احنا المفروض نعمله، ومع ذلك بنقول لا انا مش قادر اعمل ده دلوقتي او انا مكسل عن اني اعمل كده. والحقيقة ان حتى الفيديو ده من بدري عايزة اصوره بس دايما مكسلة ان انا اصور واكتب واعمل سيرش وكل الحاجات دي كلها، ان انا عملته وصورته فده انجاز. لما بندخل جوه الحالة دي بنبقى حتى واصل معانا ان احنا مش عارفين نبدأ منين وان احنا ننجز المهام اللي علينا دي ازاي، وازاي اخلص الحاجات اللي ورايا دي كلها، وبنفضل واقفين نقعد نفكر هنبدأ منين وبنكسل اكتر. وده بيدخلنا في زون التسويف. فعشان نقدر نحل مشكلتنا ونقضي على الكسل اللي احنا فيه محتاجين نفهم كام حاجة كده. اول حاجة لازم نعرف الكسل ده سببه ايه، يعني اعرف ايه اللي وصلني لحالة الكسل دي. اوقات كتير الكسل بيكون فقدان للطاقة او للشغف زي ما بيقولوا، بس لازم نكون فاهمين ان مش دايما هنكون مبسوطين ومتحمسين على كل حاجة احنا بنعملها، ومش دايما هيكون عندنا حالة الطاقة والشغف اللي تخلينا ننجز اكتر وننتج اكتر. هيجي علينا ايام هنكون مش قادرين وما عندناش طاقة، بس مع الوقت لازم نكون بنكمل في الحاجة اللي احنا بنعملها. يعني لازم يكون عندنا التزام واستمرارية، أو بمعنى أدق لازم يكون عندنا انضباط، إن مهما كانت الحالة اللي أنا فيها لازم أكون مكمل ومستمر في الحاجة اللي أنا بعملها. لو مش هتطلع بنفس الكفاءة، أو حتى لو أنا مش هشتغل بنفس الحماس، أو حتى لو مش هكون في نفس الحالة اللي أنا متعود أكون فيها وأنا بعمل الحاجة دي على طول، وحتى كمان لو هيكون أدائي برتم أبطأ من الرتم الطبيعي اللي أنا متعود عليه. في الأول والآخر لازم يكون عندنا انضباط والتزام تجاه الحاجات والأدوار اللي في حياتنا مهما كانت الحالة اللي احنا فيها، وده لازم نكون فاهمينه كويس. تاني فكرة إن الكسل ممكن يجيلنا في حاجة معينة لو الحاجة دي فقدت اهتمامنا بيها عن الأول. يعني إيه؟ يعني لو الحاجة دي ما بقتش مهتم بيها زي ما كنت مهتم بيها قبل كده، أو لو أولويتها بالنسبة لي رجعت لورا شوية، او لو انا حسيت ان انا مش مرتاحة في الحاجة دي او مش حابة ان انا اعمل الحاجات دي كلها، فده بيخليني اميل ان انا اكسل واسوف واماطل، مبقاش عايزة اعمل الحاجة دي لاني مش مرتاحة فيها ولاني مش مهتمة بيها زي قبل كده. وفي السبب ده قدامنا حلين، يا اما ان احنا نبدأ نجدد نظرتنا وطاقتنا تجاه الحاجة دي، يا اما ان احنا نعيد ترتيب حساباتنا واولوياتنا من تاني تجاه الحاجة دي ونشوف هل هنقدر نكمل فيها ولا لا. وتاني حاجة لازم نكون فاهمينها ان مهم وضروري جدا ان احنا نعبر عن حالنا، بمعنى ان انا لازم افهم الحالة اللي انا بمر بيها دي، اقعد مع نفسي كده في هدوء وافهم ان اللي انا بمر بيه ده حالة او نوبة كسل زي ما بنقول. وزي ما اتعلمنا برضو نفهم السبب بتاع الحالة اللي احنا فيها دي وسبب الكسل بتاعنا ايه. لما ابدا افهم الحالة اللي انا فيها وابدا افهم سببها هقدر ان انا اتعامل معاها صح، وهقدر ان انا احط حلول للمشكلة اللي بتواجهني. لو انا مش عارفه انا بمر بايه، ولو انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل معايا، ولا انا عارفه سبب الحاله اللي انا فيها، فبالتالي هفضل محطوطه جواها مش هقدر ان انا ادور لها على حلول. لكن لما اقدر اعبر عن الحاله اللي انا فيها، واقدر اعبر عن حالي دلوقتي انا في ايه وبعدي بايه وبمر بايه، وافهم اسباب لكل الحاجات دي كلها، هقدر ان انا احط حلول المشكله بتاعتي واتخطاها. واخيرا نبدأ نتعرف على الطرق والحلول اللي هتساعدنا ان احنا نقضي على الكسل. فهنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي نقضي على الكسل. اول خطوة وهي انك ما تحطش في دماغك الوقت، ما تحطوش الديدلاين في دماغكم.
لإن لو إحنا حاطين أو عارفين وفاهمين إن الحاجة دي لسه مش هاسلِّمها دلوقتي، فبالتالي هابدأ إن أنا أسوِّف وأماطل فيها لحد ما أزنُق نفسي قبلها بيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، وأضغط في نفسي في الوقت ده إن أنا لازم أخلّص كل اللي ورايا. لو أنا مش حاطط في دماغي إن لسه معايا وقت، هابدأ إن أنا أشتغل على الحاجة دي من دلوقتي وأنجز نفسي أسرع وأسرع بدل ما أقعد أطوِّل فيها. فما نحطش في دماغنا الوقت وإن الحاجة دي لسه معايا وقت فيها، ده هيخلّيني أكسّل وأسوّف وأماطل أكتر. وتاني حاجة نعرف إن ما فيش حاجة اسمها مستني الوقت المناسب، لإن ما فيش وقت مناسب، الوقت المناسب هو الوقت اللي أنت بتقرر فيه إن أنا لازم أعمل الحاجة دي، أو إن أنا محتاج إن أنا أعمل الحاجة دي، أو كمان الوقت اللي بتيجي فيه الفكرة في دماغك. لمّا تيجي الفكرة في دماغك هو ده أنسب وقت إن أنت تبدأ تنجز فيها وتبدأ إن أنت تشتغل على الحاجة دي. لإن لو استنيت وقت مناسب، فهو الوقت المناسب ده مش هييجي، لإن أنا مستني إن أنا أكون في حالة معيّنة أو في mood معيّن أو الظروف اللي حواليّا تكون بشكل معيّن، وده مش هيحصل، لإن لو إحنا مش مستعدين إن إحنا نبدأ ننجز ومستعدين إن إحنا نبدأ ندخل ونشتغل في الحاجة اللي ورانا، فإحنا مش هنلاقي وقت مناسب. فالوقت المناسب أو أنسب وقت هو الوقت اللي جات في دماغك فيه الفكرة، وهو الوقت اللي خدت فيه القرار إن أنت لازم تعمل الحاجة دي أو إن الحاجة دي وراك ولازم تنجزها. تالت طريقة وهي إنك تسهّل المهام على نفسك. طول ما إحنا شايفين قد إيه المهمة دي صعبة وقد إيه الحاجة دي صعبة عليّا محتاجة منّي وقت ومجهود كبير أوي عشان أقدر أنجزها، ده هيخلّيني في حالة كسل، إن أنا مش قادرة أدّي الطاقة دي دلوقتي، مش عندي وقت للحاجات دي كلّها دلوقتي. لكن لو قدرت إن أنا أسهّل على نفسي المهام اللي ورايا، هابقى أنا باسهّل من على نفسي وبانجز نفسي أكتر، وباقضي على الكسل اللي أنا ممكن أحُط نفسي فيه. زي مثلًا لو أنا عندي كَم كبير من المذاكرة، عندي مثلًا محاضرة 3 ساعات، فالمحاضرة 3 ساعات دي هافضل دايمًا شايفة إن هي تقيلة، محتاجة منّي وقت ومحتاجة منّي مجهود كبير أوي إن أنا أقدر أركّز فيها. لكن لو قُلت خلاص أنا هاخد ال3 ساعات دول كل يوم ساعة، أو كل يومين ساعة، فأنا هاقدر إن أنا أسهّل مع نفسي إن أنا النهارده ورايا نُص ساعة وبُكرة ورايا نُص ساعة، فبالتالي هاكون شايفة إن المهمة دي أبسط وأسهل بكتير من إن أنا آخُدها على بعضها، فهابدأ إن أنا أنجزها أكتر وهتقلل معايا الكسل. رابع طريقة وهي إن إحنا نجدد طاقتنا. مهم جدًا إن إحنا ما بين كل فترة والتانية إن إحنا نجدد طاقتنا تجاه الحاجة اللي إحنا بنعملها، سواء إن إحنا نبُص على أهدافنا، سواء إن إحنا نبدأ نعمل حاجات إحنا بنحبها، عشان يعني ما نبقاش واخدين الموضوع جد أوي وكُلّه شغل وكُلّه ضغط، أو إني حتى أفصل كده لوقت بسيط في نُص اليوم أو آخد لنفسي يوم break وسط أسبوع مليان بالمهام اللي ورايا واللي عليّا لازم أنجزها، يعني كده أعمل أي حاجة أجدد بيها طاقتي عشان ما أفضلش قاعد في zone وفي حالة الكسل دي. خامس طريقة وهي إني أدمج المهام، بمعنى لو أنا ورايا أكتر من مهمة في اليوم أحاول على قد ما أقدر إن أنا أدمجهم ببعض، يعني ما أفضلش قاعد لوقت طويل باعمل حاجة واحدة. لمّا هاقعد وقت طويل باعمل في حاجة واحدة مع الوقت هامِل وهازهق ومش هابقى مركّز فيها بنفس الquality بتاعتي. لكن لو أنا دخّلت مثلًا خلاص دلوقتي أنا هاقعد أذاكر شوية وبعدين عندي شوية مونتاج، فأنا هاقسّم المذاكرة دي، هاقعد أذاكر ساعة وأعمل مونتاج وبعدين أرجع أذاكر شوية وأكمّل باقي المونتاج بتاعي بعد الsession التانية من المذاكرة. أبدأ إن أنا أدمج المهام بتاعتي وأدخّلها في بعضها، بحيث إن أنا ما أوصلش لحالة الملل أو فقدان التركيز، وأكون مجدد كده على عقلي إن أنا باعمل أكتر من حاجة مش حاجة واحدة. لإن لو أنا مستمر في حاجة واحدة باعملها لوقت طويل وخصوصًا لو الحاجة دي صعبة، هامِل وهازهق بسرعة جدًا، وبالتالي هاكون مكسل عن إني أعمل أي حاجة تانية بعد كده. سادس طريقة وهي التحفيز. التحفيز ده أنا باتعامل بيه زي ما بنتعامل مع الأطفال الصغيرة، إن إحنا نقعد نشجّعهم طَب يالّا خلّص كذا عشان أعمل لك حاجة حلوة أو عشان أجيب لك لعبة حلوة. دي الطريقة اللي نتعامل بيها مع نَفْسنا في الzone والحالة بتاعة الكسل دي. لو أنا قُدّامي كل الملهيات بتاعتي وكل حاجة أقدر إن أنا أسلّي وقتي بيها وأسهّل من عليّا متاحة قُدّامي وموجودة بشكل سهل، فبالتالي أنا هابُص كده طَب أنا هاقعد أذاكر والّا أمسك الموبايل أعمل scrolling؟ فطبيعي إن أنا هامسك الموبايل وأعمل scrolling. الإنسان دايمًا بيميل للراحة وللحالة اللي تكون فيها مرتاح أكتر. لكن لو أنا بعدت مثلًا التليفون ده عن نفسي شوية وخلاص أنا ما فيش قدامي حاجة غير إن أنا أقعد أذاكر الsession بتاعة المذاكرة بتاعتي أخلّصها
وبعدين هامسك الموبايل. ففي الحالة دي هابدأ إن أنا خلاص أنا ما قداميش حل غير كده، وهاشتغل مع نفسي بفكرة التحفيز، إنه أنا طب يالّا نخلّص ده عشان ناخد حاجة حلوة أو حاجة إحنا محببة لينا وإحنا بنحبها. الطريقة دي ممكن تستغربوها شوية، بس صدقوني هي بتجيب نتيجة حلوة جدًا، إن إحنا نبعد أي ملهيات أو نبعد أي حاجة محببة لينا من قدامنا، ونحفّز نفسنا على إن إحنا لمّا نخلّص اللي ورانا وننجز اللي علينا، هنبدأ إن إحنا ناخد الحاجة دي. وزي ما قُلت لكم بفكرة إنكم بتقسّموا المهام على نفسكم، فتقدروا إن أنتم تحفّزوا نفسكم كده بشكل مُبسّط، إن أنا مثلًا لمّا هاخلّص الsession دي مثلًا هافتح المسلسل اللي أنا باحبه أتفرّج عليه شوية، ولمّا أخلّص الsession اللي بعدها لمّا أكون قسّمت المهام اللي عليَّ، فأنا هاخد الموبايل مثلًا أقعد أعمل scrolling شوية، وهكذا. وسابع طريقة بقى وهي فكرة لازم نكون مقتنعين بيها، إن طول ما أنت بتنجز وبتشتغل الحاجة أول بأول، فأنت بتسهّل من عليك كتير بعدين، لإن لو أنا كسّلت دلوقتي ومطلت في الحاجة اللي المفروض أعملها، مع الوقت هالاقي نفسي أنا باضغط نفسي أكتر، والحاجة دي بدل ما كنت هانجزها في وقت طويل كانت هتبقى أسهل عليَّ بكتير، لأ أنا مضطرة أنجزها في وقت قليل، فبالتالي هاحس بضغط وهاكون مش قادر إن أنا أنجز الحاجة دي، ومش هأدّيها بنفس الquality أو بنفس الجودة اللي كنت ممكن أعملها لو أنا هاعملها على وقت طويل. فخلّينا دايمًا مقتنعين وفاهمين إن طول ما أنا شغّالة وأنا باشتغل أول بأول وباخلّص اللي ورايا أول بأول من غير ما أسيب نفسي لحالة الكسل دي، ده بيسهّل عليّا كتير بعدين. وخلّينا نكون فاهمين حاجة، إن وارد بنسبة كبيرة جدًا لو إحنا سِبنا نفسنا للكسل دلوقتي وجينا بعدين بقينا مضغوطين في الحاجة اللي ورانا واللي محتاجين نعملها، هنلاقي برضه إن إحنا مش قادرين نعمل ده، وهنحس قد إيه الحاجة دي صعبة علينا دلوقتي، فبالتالي هنكسل بزيادة، وممكن أصلًا نخسر جزء كبير من الإنجاز بتاعنا في الحاجة دي. وآخر طريقة وهي الطريقة الخامسة هي ابدأ، بجد. الطريقة دي إن أنا ما اسيبش نفسي لبعدين، وما اسيبش نفسي للوقت، وما اسيبش نفسي لحالة معينة، أبدأ ولو حتى بخطوة بسيطة جدًا. إن أنا أبدأ بخطوة بسيطة ده هيجرني إن أنا أنجز الخطوة اللي بعدها، واللي بعدها، واللي بعدها، عشان أقدر أخلّص وأشوف الحاجة اللي أنا باعملها كاملة قدامي. لكن لو سِبت نفسي فده هيخسّرني كتير أوي، أوي، أوي وقت ومجهود وطاقة. وبس كده، وبكده نكون قضينا على الكسل وعرفنا على الأقل إزاي نقدر إن إحنا نتعامل معاه، وإزاي لمّا ندخل في الzone بتاعة الكسل دي نفهم الحالة اللي إحنا فيها، ونفهم إيه السبب اللي إحنا وصّلنا للحالة دي، ونبدأ إن إحنا نتعامل معاه. وعندكم أكتر من طريقة تبدأوا إن أنتم تتعاملوا بيها مع الحالة اللي أنتم فيها وتقضوا بيها على الكسل. وبس كده، لو أنتم عندكم أي أفكار أو أي مواضيع تانية حابين إن إحنا نتكلم فيها اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو أفادكم ويكون عجبكم. ودلوقتي أقدر أقول لكم ربنا يحل أيامكم وأشوفكم دايما بتضحكوا. والحمد لله قضينا على الكسل وصورنا الفيديو ده. سلام.